السيدة العذراء مع أنها أم للسيد المسيح إلا أننا نعتبرها أم لينا كلنا، لكل المسيحيين، أم روحية. وأول واحد غير المسيح دعيت العذراء له أما كان القديس يوحنا الحبيب الرسول. المسيح قال له هذه أمك، وهنا قدم لنا الأمومة الروحية، فاعتبرت العذراء إذا كانت تعتبر أم لرسول كبير زي يوحنا يبقى بالتالي لباقي المسيحيين. السيدة العذراء الكنيسة ترفعها فوق مستوى رؤساء الملائكة، وفي الهيتينيات التي نتشفع فيها بالملائكة والعذراء، العذراء بتذكر أولا قبل رؤساء الملائكة، قبل ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال، قبلهم كلهم. العذراء أصلحت ما فعلته حواء. العذراء كانت إنسانة تربت في الهيكل منذ طفولتها، مات والداها في طفولتها فتربت في الهيكل إلى أن بلغت سن البلوغ. يعني تربت في الهيكل، يعني تربت في حياة العبادة، في الصلاة، في الصوم، في قراءة الكتاب المقدس، في حفظه، في التأمل، وتربت أيضا على حياة الصمت وعدم الكلام الكثير ولا القليل حتى. كل ما نعرفه قبل ولادة المسيح بالنسبة لها جملتين مع الملاك ساعة البشارة: كيف يكون لي هذا؟ وتسبيحتها التي قالتها عند زيارتها لإليصابات. ما نعرفش كلام كتير. واليهود كانوا يريدون قتل العذراء، لذلك الرسل لم يكتبوا عنها كثيرا في الأناجيل خوفا عليها من اليهود، لكن بعدين كتب الكثير بعد نياحتها. العذراء زارت بلادنا مصر في أماكن كثيرة تقدست بها. موجود عندنا هنا شجرة العذراء في المطرية، نشكر محافظ القاهرة أنه اهتم بها، وكذلك مصلحة الآثار، ووضبوها ووضبوا البير اللي حواليها، البير الروماني. يا ريت الكل يروح ياخد بركته. وطبعا آخر مكان وطئته أقدام العذراء كان كنيستها في الدير المحرق، ومن الدير المحرق رجعوا مرة أخرى شمالا، يعني آخر مكان هو مكان الدير المحرق. عشان كده الدير المحرق اتسمى باسم دير العذراء الشهير بالمحرق. العذراء الكنيسة تحفظ لها مكانة كبيرة في أعياد كثيرة جدا، ليها 7 أعياد في الكنيسة، ومن أقدم الكنائس في العالم على اسم العذراء الكنيسة اللي في فيليبي، وفيها معجزة حلة الحديد في تخليص الرسول متياس. احنا نعيد لعيد نياحتها في يوم 21 من الشهر الإبري، ونعيد لصعودها بعد صومها. عليها صوم وعيد نياحة وعيد صعود وعيد ميلاد، لها أعياد كثيرة ولها تسابيح كثيرة، وبخاصة في الشهر الكياكي. فنحن لم ننسى العذراء إطلاقا، ولها رموز كثيرة. يعني يرمز إليها تابوت العهد، ويرمز إليها قسط المن، وترمز إليها مجمرة أو شرية هارون، وترمز إليها عصا هارون التي أفرخت. بنعتبر الشرية، بطن الشرية هي بطن العذراء، والفحم المتقد بالنار هو اللاهوت المتحد بالناسوت. فالشرية عندنا تمثل العذراء، عشان كده بنقول لها طاي شوري وتي شوري، يعني أيتها الشرية، أيتها المجمرة. المجمرة الذهب، والذهب في المجمرة يرمز إلى بتولية العذراء، وأيضا الذهب في تابوت العهد يرمز إلى بتولية العذراء. بل حتى نسميها بالسماء الثانية، لأن السماء مسكن لله، والعذراء كانت مسكنا لله في ولادتها المسيح. ولذلك صورة العذراء الطقسية بنخلي فيها صورة ملاك وسحب ونجوم،
الثلاث حاجات دول رمز لأنها السماء الثانية، الله بيسكن في السماء وسكن في بطن العذراء. أيضا نسميها ملكة، والمزمور بيقول قامت الملكة عن يمينك أيها الملك، ولذلك صورة العذراء الطقسية هي عن يمينه، قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. الكنيسة المقدسة تقف وضعا متوسطا بين تطرف الكاثوليك في تمجيد العذراء وتطرف البروتستانت في عدم الاهتمام به. يعني الكاثوليك بيمجدوا العذراء لدرجة يدخلوها في الصلاة مع المسيح في جملة واحدة، يعني يقول لك يا يسوع يا عذراء يا يوسف. في المدارس الفرنساوي يقول جو سي ماري جوزيف، يعني يا يسوع يا مريم يا يوسف. يعتبرون انها سيدة المطهر، انها ممكن تخفف عذابات المؤمنين في المطهر، ويعتبرونها شريكة في الفداء على اعتبار انها قدمت المسيح، ويعتبرون انها ولدت بغير دنس الخطية الأصلية، يعني ولدت بريئة من الخطية الأصلية. ويقول له الروح القدس لما حل عليها قدسها. طب ده الروح القدس لما حل عليها ساعة ميلاد المسيح كانت كبيرة، لكن ساعة ما اتولدت كانت ايه؟ الروح القدس لما حل على السيدة العذراء حل عليها لسببين. السبب الأول يكون من جسدها جسدا للمسيح الذي ولد بغير زرع بشر، وإلا ما كانش المسيح يعتبر ابن الإنسان أو من نسل آدم. عشان كده قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظلك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فأدي أول حاجة للروح القدس. تاني حاجة يطهر مستودعها حتى إن المولود منها لا يرث الخطية الأصلية، الخطية الجدية، لكن بالنسبة ليها هي شخصيا ولدت بهذه الخطية. وأيضا كانت محتاجة إلى الخلاص بدم المسيح، ولهذا قالت في تسبحتها وتبتهج روحي بالله مخلصي، يعني الله يخلصها. فلو كانت قد خلصت من الخطية الأصلية يبقى تحتاج لله يخلصها ازاي؟ ما خلصت وانتهت. ولو ان ربنا كانت هناك طريقة لكي بالروح القدس يخلص الناس من الخطية الأصلية كان يعمم هذه الطريقة وما فيش داعي للتجسد والفداء. وأيضا لو كان الروح القدس لما يحل يخلص من الخطية الأصلية، أمال ما معنى أن أجرة الخطية موت ولابد يموت حد بدلنا؟ كان بالروح القدس يلا خلص ونخلص من الموضوع. لذلك لما احنا بننكر عملية الحبل بلا دنس بننكر شيئا يتعلق بالتجسد والفداء، لأن كأن العذراء تخلصت من الخطية الأصلية بلا تجسد بلا فداء، وقبل ما يتجسد المسيح وقبل ما يفديه هنعمل ايه؟ مش شيء. للأسف عقيدة الحبل بلا دنس الكاثوليك أخذوها من قصة أطفال في مدينة لورد بفرنسا، بيقولوا ظهرت لهم العذراء وقالت أنا الحبل بلا دنس. احنا ناخد عقيدة من شوية عيال؟ ده كلام ده شوية أطفال مش دريانين الكلام اللي بيتقال لهم. يعني لو صحت المعجزة وقلنا إن ده ظهور حقيقي وكلام حقيقي العذراء، يبقى لعلها لما تقول الحبل بلا دنس تقصد به إنها حبلت بالمسيح بلا دنس، مش هي حبل بها بلا دنس. للأسف بعض منكم يعني من اللي ما بيدققوش في الحاجات دي ساعات يروح مكتبة من المكتبات المسيحية ويدوله أيقونة أو صورة للعذراء في مغارة 3 عيال واقفين قصادها وهي بدأت الحبل بلا دنس، وياخدوها بكل لطافة ويدوها هدية للعيال ولا يدرون شيئا. أنا بقول لكم الكلام ده لكي تنتبهوا. يعني مبالغة في تقديس العذراء لدرجة إنها
حبل بها بلا دنس. طب وإذا كان حبل بها بلا دنس، يبقى الملاك بقى، يبقى الروح القدس حل على أمها حنة بقى، ما حنة زوجة يوقيم، ويقدسها علشان تحبل بالعذراء بلا دنس. محدش قال الكلام ده بقى. أما عقيدة البروتستانت فلا يحترمون العذراء إطلاقا، كتر خير، هم اللي بيحرموا نفسهم من بركة العذراء. بعض البروتستانت يعتبروا ان العذراء دي زي قشرة البيضة، خرج الكتكوت من البيضة، القشرة ما بقاش ليه قيمة، فالعذراء زي قشرة البيضة. لذلك لا يبنون الكنائس على اسم العذراء مثلما نبني، ولا يتشفعون بالعذراء في صلواتهم مثلما نتشفع، ولا يحتفظون بصورة العذراء أو أيقونة العذراء في كنائسهم مثلما نفعل، ولا يعيدون للعذراء أعيادا مثلما نفعل. لا شفاعة، لا أعياد، لا أيقونات، لا كنائس، لا أصوات طبعا، ولا أي تمجيدات يعني للعذراء. ما احنا بنعمل تمجيد وتسبيح إلى آخره. إذا كان الكتاب بيقول اكرم أباك وأمك، فأول أم نكرمها هي العذراء مريم، ولنا أم أخرى هي الكنيسة. ولذلك كتير من النبوءات اللي موجودة في العهد القديم وأحيانا نشيد الأناشيد يكون المقصود بها إما العذراء وإما الكنيسة، الاثنين مع بعض. الكنيسة بيت الله، والعذراء كانت بيتا لله في وقت من الأوقات. البروتستانت أيضا في أخطائهم للعذراء يتصورون أن يوسف النجار اتخذها زوجة وأنجب منها بنين وبنات. ده أنا مش عارف دول لو طلعوا السماء العذراء هتعمل فيهم بأي وجه يقابلون العذراء مريم، بأي وجه بعد كل الكلام ده. طبعا أنا شرحت لكم قبل كده إزاي الأشخاص الذين قيل عنهم أنهم أخوة المسيح كانوا أولاد خالته، أولاد مريم زوجة كلوبة. كذلك البروتستانت أيضا لا يعترفون بصعود جسد العذراء إلى السماء. الكاثوليك لما بيكرموها بيعتبروا أن جسدها صعد للسماء، وإن كانوا يختلفون في التفاصيل عنها. ده مش بس جسدها صعد للسماء، ده هي قائمة عن يمين الملك في السماء. نحن نمجد العذراء مريم لقدسيتها ولأنها والدة الإله، ونعطيها لقب ثيوتوكوس، وهذا اللقب أخذته العذراء مريم في مجمع أفسس سنة 431 لكي يرد به على هرطقة نسطور. والنساطرة لا يؤمنون بأن العذراء والدة الإله، يرون أنها ولدت ولد عادي، إنسان عادي، وبعد كده اتحد به اللاهوت. حتى اتحاد اللاهوت ما يقولوش عليه، يعتبرونه نوع من المصاحبة، يعني صاحبه اللاهوت في حياته. ولذلك في حرمات القديس كيرلس الكبير بيعطي 12 أناثيما يعني 12 حرف، برضه يقول فيها إن محروم اللي ما بيعتبرش العذراء والدة الإله، ومحروم اللي يعتبر إن المسيح ولد إنسان عادي وبعدين اللاهوت اتصل بيه، يعني حاجات زي كده. من أقدم من أساءوا إلى العذراء في إيمانهم النساطر، طبعا قبلهم اليهود يعني، ثم البروتستانت، يعني دول أقدم 3 لخبطوا في العذراء. نكتفي بكده من الناحية اللاهوتية. بكرة إن شاء الله لو ربنا أعطانا عمرا نتكلم عن الأم من ناحية روحية.